كي نقعدوا احنا نساء على الطاولة تغزر كل واحدة فينا في عينين الأخرى، نضحكوا نبكيوا نختلفوا في الرأي وساعات نسكتوا. تاخدنا الهدرة ما نقفوش نسترسلوا، واحدة تحط قهوة على الغاز، واحدة تخرج حاجة من ساكة توريه لنا، واحدة أخرى عندها موضوع شخصي مقلقها. على نفس الطاولة ما نقوموا كان كيكملوا الحكاية. مطبخ نسمي ما بداش كبرنامج، بدا كفكرة نعيشوها احنا نساء في يومياتنا، وهي اللحظة اللي نشاركوا فيها تجاربنا، وين يتقاطع الحميمي مع السياسي وتتحول الحكايات الشخصية لمعرفة مشتركة. في أطلقنا بودكاست مطبخ نسوي ما كناش نعرفوا بالضبط شكون باش يقعد معنا على الطاولة ولشنو باش تكون مواضيعنا. كانت تحركنا الأسئلة واللقاءات تفتح أبواب جديدة، برشا أفكار جات من الضيفات وبرشا تفاصيل ما كانتش مكتوبة على الورق جات في لحظتها، ياما من الحوار ولا من الحاجات الصغيرة اللي يجيبوها ضيفات معاهم. العناصر الرمزية ديك ماهيش ديكور، هي طريقة أخرى باش نتعرفوا على بعضنا، بالذاكرة، صورة، كتاب، قطعة فنية. في الرحلة القصيرة هذه تعلمت حاجة مازالت ترافقني: الفن ماهوش زينة، الفن هو طريقة نختاروا بها باش نشوفوا العالم. في صوت روضة وهي تغني الملالية، وراسي طار بلا عنوان، في قطعة خسفت تصنعها الصدفة والنار بنيدين مريم، في قصيدة عن الأمومة بين الممكن والمستحيل بقلم أمل، في مذكرات نجوى الحية، ولا في مشهد آخر من مسرحية جرانتي العزيزة، ولا آخر البحر، ولا البخارة، في جسد أميمة يتحرك على ركح. ديما فما مساحة إضافية للإنسان والنساء باش يسترجعوا حقهم في رواية قصصهم. ورا كل حلقة فما فريق قاعد يكبر، وفريقنا اليوم في عطلة باش نرتاحوا شوية، نفكروا، نحضروا مفاجآت جديدة. وموسمنا الأول مازال متواصل في سبتمبر، لكن خليني نسألكم، شنو أكثر حاجة قاعدة في بالكم؟ شنو الموضوع اللي مازال ما تحطش على طاولة مطبخ نسوي؟ وشكون الضيفات ولا المشاريع الإبداعية اللي تحبوا تشوفوها معنا في الحلقات الجاية؟ مازالت برشا حكاية تستنى فينا. معكم هيفا ذويب، وهذا بودكاست مطبخ نسوي. استنونا بعد الصيف.